احنا حاليا في فترة اسمها فترة الانفصام الجوي، ودي الفترة اللي انت مش عارف تشغل فيها الدفاية عشان سقعان ولا المروحة عشان الجو كده. ومع دخلة الصيف تلاقي الواحد دايخ على المحلات كلها قال ايه بيسأل على تكييف. لو يقعد يحقق احلامه مع التاجر، اهم حاجة عنده يكون سعره حنين، صوته اهدى من دبة النملة، والاهم العداد ما يحسش بيه. يا حبيبي دي مش مواصفات تكييف، ده فانوس سحري يا عم أحمد. وهنا بنوصل لحيرة كل سنة، اجيب التكييف العادي اللي بيسحب كهرباء كاني فاتح مغسله، ولا الانفرتر اللي بيوفر كتير في الكهرباء بس الثمن ويجيب الضغط؟ والله يا جماعه بعد ما رجعت الاسعار للمروحه السقف طلعت راجل جدع، بطلة الجمهوريه. نرجع لموضوعنا وهو امتى اجيب التكييف العادي وامتى اجيب التكييف الانفرتر. لو انت بتنام في حضن المروحه زي حالاتي فتابع الفيديو برضه من باب العلم بالشيء. بص يا صاحبي عشان تفهم اللعبه، التكييف العادي عامل زي سواق الميكروباص غشيم، يا دايس بنزين لاخر الدواسه عشان يسقع الاوضه، يا اما شايل رجله خالص ومبطل لحد ما الحراره تزيد. السر المشكله هنا عندك في القومه، في قومه الموتور من الصفر. لحظه ما الموتور بيبدا من الصفر، في اللحظه دي بيسحب كميه كهرباء مرعبه. كمثال بسيط، تخيل انت واحد بيزق عربيه، بيكون المجهود كله في اول زقه بس، وفي كل مره التكييف بيقوم ويفصل عندك عشان يحقق الحراره المطلوبه بتاعه الغرفه، بيقوم ويفصل يقوم ويفصل، بيسحب كميه كهرباء من العداد بتخلي العداد يغني. اما التكييف الانفرتر ده برنس، ده اياد نصار التكييفات ده، لان الموتور بتاعه ما بيفصلش، هو دايما شغال، سواء الحراره نزلت الحراره زادت او ارتفعت، هو الموتور دايما شغال. الفرق اللي بيعمله ان هو بيبطئ السرعه، بس بيبطئ السرعه ما بيفصلش الموتور، فبالتالي ما فيش قومه ولا فصل. ومن هنا بيجي التوفير اللي بيوصل من 30 ل 50%، بس بشرط لو انت جايب الانفرتر عشان تركبه في صاله واسعه او مكان واسع والعيال داخله وخارجه او مكان مفتوح، فانت كده فلوسك بترميها في الارض، ده انت احسن لك التكييف العادي كمان. يعني باختصار لو انت هتجيب التكييف لغرفه نوم او غرفه محكومه او العزل انت عارفه تمام كويس، فاحسن لك الانفرتر. لكن لو هتجيبه لصاله او ريسبشن او مكان مفتوح فاحسن لك العادي. والله ما اعرف كلماتها المروحه يا جدعان.